انا مش عارفه ايه. هاي طه. يا ورد على فل وياسمين، الله عليك يا تمر حنة. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ عايزه اسالك سؤال. عمرك حسيت انك شخص كويس لكن الناس مش دايما بتقرب منك، او انك لما بتتكلم محدش بيسمعك فعلا، او انك مهما حاولت تشرح نفسك بتتحول المناقشه دي لجدال؟ الحقيقه ان اغلب الناس فاكرين ان التأثير ده بيجي من القوة، لكن الحقيقة ديل كارنيجي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس عنده وجهة نظر تانية. بيقول العكس تماما. بيقول ان الناس مش بتتغير لما انت بتحسسها انها غلطانة، الناس بتتغير لما تحسسها انها مفهومة. والكتاب ده رغم ان هو قديم قوي الا ان تأثيره بجد مرعب مرعب في دقة معلوماته وواقعيتها وفعاليتها. النهارده مش هنتكلم عن ازاي تبقى اجتماعي وازاي تخلي الناس تحبك بصراحة كده، ايه، عشان ما اضحكش عليكم، مش هنتكلم عن ده النهارده، ولكن هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، لان اصلا ده مستحيل ان الناس تحبك. هنتكلم عن ازاي تبقى شخص الناس بترتاح له وتحترمه وتسمع كلامه وتفتقده لما يغيب. وصدقني اغلب الحاجات دي مش محتاجة كاريزما خارقة ولا حاجة، هي محتاجة فهم بسيط لطبيعة النفس البشرية. الفيديو هيكون متقسم لتايم ستامبس هتكون مكتوبة تحت في صندوق الوصف، هسيبها لكم علشان تروحوا للحتة اكتر اللي انتم محتاجينها. اول فكرة الكتاب بيتكلم عنها وهي الناس بتحب تتكلم عن نفسها اكتر منك. الكاتب بيقول ان الناس مهتمة بنفسها اكتر مما انت تتخيل، مش مهتمة بيك ولا مهتمة بأي حاجة تانية غير نفسها. ودي مش أنانية، دي طبيعة بشرية. يعني لما تقعد مع حد وتفضل تحاول تبهره بنفسك غالبا هينساك. هو مش مركز، هو انا مالي بيك، يعني انت تقعد تبهرني عن نفسك وانك بتعرف تعمل كذا وكذا وكذا، اعمل لك ايه يعني؟ غالبا هينساك بعد فترة قصيرة. لكن لما تيجي تكلمه عن نفسه او عن حاجة هو حاسسها او هو محتاجها يتشدلك جدا، وبدأ يفتكرك مع الوقت، او يفتكر قد ايه الاحساس الحلو ده اللي انت حسسته له، او حاسس ان انت مهتم بيه او حسسته انه مفهوم، فاهمني؟ فهيفتكرك كشخص مريح، شخص كده احب اقعد معاه، بيسمعني بيفهمني، ما بيحكمش عليا، فاكيد انا احبه. والسماع الحقيقي بجد نادر جدا اليومين دول. نادر ان حد يحسسك انك مفهوم وانك مسموع وانك يهتم بيك. فاغلب الناس مستنيه دورها انها تتكلم، مش مستنيه تفهم اللي قدام. جرب كده، بدل ما تدخل اي كونفرزيشن بهدف ازاي اخليهم يعجبوا بيا، ادخل بهدف ازاي افهم الشخص ده اللي قدامي، ازاي افهم شخصيته، طباعه، هو محتاج ايه، هو عايز ايه. والفرق بينهم كبير جدا، علشان الفكره في الهدف والنيه اللي انت داخل بيها تتكلم مع الشخص ده او تتعرف على الشخص ده. تأثير مختلف عليكم انتوا الاتنين. تاني فكرة الكاتب بيقول لما تهاجم شخص او تجرحه، هو غالبا مش هيقتنع بالحاجة اللي انت عايز تقنعه بيها او اللي بتهاجمه بيها. هو هيبدأ يدافع عن نفسه حتى لو كان غلط. يعني دلوقتي واحد صاحبك عمل حاجة غلط او كده، انت عايز تنتقده، ما تروحش تنتقده بشكل مباشر، ما تروحش تقول له يا فلان انت عملت الحاجة الفلانية دي غلط. هو مش هيقتنع ان هي غلط، هو هيبدا يدافع عن نفسه بشكل تلقائي. دي حاجه في الطبيعه البشريه، هيركز ان هو يدافع عن نفسه، مش ان هو صح ولا غلط. ومش هيقتنع زي ما انا قلت لكم بالحاجه اللي انت بتهاجمه بيها او بتنتقده بيها حتى لو كنت انت صح. ده لان الانسان بيحمي صورته عن نفسه بشكل تلقائي وطبيعي. فكر في اي خناقه حصلت بينك وبين شخص قريب منك، غالبا المشكله هتلاقيها ما كانتش في الفكره نفسها ولكن في الطريقه اللي انت كنت بتكلمه بيها. جرب كده، بدل ما تقول له انت غلط، قول له ما تيجي نشوف الموضوع ده من زاويه تانية، او ابدا امدحه الاول وبعدين فهمه واحده واحده بينك وبين نفسه. قول له انت بصراحه غلطت في الطريقه الفلانيه، ما كانش لازم تعمل كده وكده. هو هتلاقي بالهداوه دي بدا يقتنع. فهي نفس الفكره ولكن الطريقه اتغيرت والمقاومه قلت بكتير. ثالث حاجه الكاتب بيتكلم عنها وهي التقدير الحقيقي اقوى من المعامله. الكتاب فرق بين حاجتين، المجامله والتقدير الحقيقي. المجامله ممكن تكون فيك، بين قوسين كده بطبله، لكن التقدير الحقيقي بيطلع من ملاحظه صادقه انت شايفها في حد قدامك. زي ما تقول لشخص فعلا انا معجب بطريقه هدوءك وقت الضغط، مش انت جامد وخلاص كده اي جمله عايمه. فالناس بتحس جدا بالكلام الحقيقي والمزيف.
جرب كده مثلا تفكر في شخص قريب منك، قول له جمله فيها تقدير حقيقي، جمله واحده بس ممكن تغير حياته وممكن تغير يومه بالكامل. تقولي لواحده صاحبتك انت شكلك حلو النهارده، ويكون فعلا شكلها حلو، فالناس بتصدق وبتعرف تحس بين المجامله، الحاجه لما تكون مجامله والحاجه لما يكون فيها تقدير وفيها مدح حقيقي. رابع حاجه الكاتب بيتكلم عنها كفكره، وهي لو عايزه تاثري في اللي حواليكي ابعدي عن الاوامر. انسان بطبيعته بيحب يحس انه هو بيختار الحاجه بنفسه، علشان كده لما تيجي تفتحي موضوع مع حد او عايزه تقنعيهم براي معين، او عايزه برضو تقولي لحد للحاجه الفلانيه او كده، ما تقوليلوش اعمل او اختار الموضوع الفلاني وحاجه بشكل فيها امر. قول له ايه رايك نعمل الحاجه الفلانيه، ما تيجي نشوفها بطريقه مختلفه، ايه رايك لو جربنا كذا. ممكن موقف بسيط زي مثلا انت واحده صاحبتك رايحين مطعم، بدل ما تقولي لها تعالي نروح المطعم الفلاني، قولي لها انا شفت تقييمات مثلا عن المطعم ده، ايه رايك تيجي نروحه، فبحيث ان هي تختار هي بارادتها تروح او لا. لكن لو كلمتيها او كلمته بطريقه فيها امر، هو هيرفض، هتحس ان هو بيرفض كده وخلاص، مجرد بس ان انت بتأمره. في طبعا امثله كتير عن الموضوع ده، انتوا اكيد هتفهموا الفكره وتفتكروا المواقف اللي حصلت بينكم وبين اصدقاء. في معلومه مهمه عايزه اقولها لكم، اغلب القاده الكبار مش بياخدوا قراراتهم بشكل مسيطر، بالعكس ده هما بيسالوا التيم بتاعهم ايه رايكم لو عملنا كذا، مش لانهم مش عارفين الاجابه او مش عارفين القرار ياخدوه، لانهم فاهمين في الطبيعه البشريه وفاهمين ان الناس هتنفذ بقلبها لما تحس ان هي اختارت قرار او كانت جزء من اختيار قرار مهم زي ده. فالفرق بسيط لكن الاحساس مختلف قوي. بتحب اللي يحسسهم بقيمتهم مش اللي بيحاول يفرض عليهم نفسه. جربي المره الجايه لو عايزه تطلبي حاجه من حد ليها سؤال مش امر، وشوفي الفرق بنفسك. الفكره الخامسه وديت اهم فكره في الكتاب كله، الناس مش بتبحث طول الوقت عن الشخص المثالي، الناس بتبحث عن اللي بيحسسهم انهم مهمين، وده انا اتكلمت عنه في اول الفيديو. ده السر الحقيقي في التاثير على فكره. الموضوع يبان بسيط جدا وانتوا تبقوا فاكرين هو كاريزماتيك، ان هو كاريزما او محتاجين قوه او محتاجين تسيطروا بشكل ما، ولكن في الحقيقه الموضوع بسيط قوي، شويه تريكات بسيطه بس يعني ايه، تكونوا فاهمين النفس البشريه وتكونوا فاهمين الطبيعه اللي بيتعامل بيها الانسان او اللي بيحس بيها الانسان، هتكسبوا اي حد كده. فمش بالصوت العالي، مش بالتلاعب النفسي، ولا بالسيطره، الاهتمام الحقيقي اشخاص، هو ده السر. بس هنا لازم اوضح حاجه، الكتاب هنا مش بيعلمك ازاي تمثلي او ازاي تكوني منافقه او مجامله بزياده علشان تحققي مصلحتك، ان اي اهتمام مزيف غالبا بيتكشف مع الوقت. ولكن الفكره الحقيقيه هنا وهدف الفيديو هو انك ازاي تفهمي الطبيعه البشريه وتتعاملي معاها بوعي مش بايد وبذكاء، علشان تكسبي وعلشان تحسسي اللي قدامك باحساس حلو، يعني وين وين سيتويشن كده. واخطر حاجه ممكن تطلعي بيها من الكتاب ده هو ان الناس مش هتبقى فاكره كل كلمه قلتيها، ولكن هتبقى فاكره الاحساس الحلو او الوحش اللي انت حسستيه لهم. فركزي كويس في ده، لينا نبقى مهتمين بالناس ونحسسهم احساس حلو وما نحسسهمش احساس وحش خالص، ان هم يفتكروا ده فينا. ممكن موقف بسيط جدا انتوا عملتوه بطريقه عفويه زعل حد تاني وحس باحساس وحش، حاسه ان انتوا بتنتقدوه، ان انتوا بتتريقوا عليه، على لبسه، على حاجه، في حساسيه حصلت فتضايق منكم، فقال لا انا مش عايزه اقعد مع الشخص ده. مجرد احساس، ممكن تكونوا نيتكم كانت كويسه ومش قصدكم حاجه. فبالكم بقى الناس اللي هي فعلا نيتها ما بتبقاش كويسه وبتعمل التصرفات دي. خليكم رحمين بالناس وركزوا او انتوا بتتعاملوا ازاي مع الناس. بس كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. وصلت لهنا عايزاكي تكتبي لي كومنتس حلو زيك وبفكر اعمل لكم جزء تاني من فكره الفيديو دي لو انتوا حبيتوها طبعا. ممكن نعمل الفيديو الجاي عن ازاي او ايه هي العادات اللي بتخلي الناس تنفر منك من غير ما تحس. ممكن يبقى بارت 2 للفيديو ده، اوكي؟ بس انا بقرا الكومنتس طبعا وبرد عليكم وبتفاعل معاكم، بس محتاجه منكم ان انتوا تكتبوا لي كومنتس ورايكم بجد في الفيديو، لايك وشير، لان ده طبعا بيساعدني جدا ان انا اكمل، ويعني كده بوش وفيدباك، عشان طبعا احساس حلو ان الانسان يحس ان في حد شايف المجهود اللي بيعمله او بيتفاعل معاه. بس كده اتمنى يومكم سعيد وتشاو تشاو.